ده بقى موسم المانجا يا جماعة. ودلوقتي الفيديو ده في الهند، طبعا الهند الجميلة اللي معروفة بحاجاتها النظيفة اللذيذة. طبعا محصول المانجا هما لسه حاصدينه والناس بتنضفه. وده يا جماعة مصنع بيعمل المانجا زي عصير كده في اكياس جاهزة. فبيورونا بقى هما بيعملوه ازاي بقى النظافة، يعني لابسين بقى الاوفر هيد، ولابسين الجلافز، ولابسين الكمامة، ونضاف وقاعدين على الارض. يعني كل لابسين ومكلفين وقاعدين على الارض. ليه؟ اقول لكم انا ليه هم نضاف على فكره. هم قاعدين على الارض يا جماعه عشان الميه. ايوه، عشان ما يوسخوش الدنيا. ودلوقتي دي الاله دي غاسلينها بالاريال ومظبطينها اهو، ونضيفه وبتلمع واخر فل عشان ما حدش يقول عليهم حاجه. الهند طول عمرهم نضاف وسمعتهم زي الفل. اوعى حد يقول عليهم حاجه. ودلوقتي اهو بيقول لك بقى ان ايه، المانجا بتنزل من هنا الشوائب بتاعتها، والناحيه التانية بتنزل عصير. يعني في ناحيه، بصوا المانجا اللي على الارض ورا دي، مش هسيبها في حالها. بصوا اكيد هيجيبوها يحطها في المكنه. انا عارفه اللي هيحصل. المهم مع نضاف نضاف. بس كده الناس بقى لابسين يعني جوانتيات اصلا، والعدايه دي اللي هي بتاعت القفص ده. بصوا عليه تراب اصلا، يعني بصوا التراب، بصوا في الجناب كده مكان ما هو ماسك. استغفر الله العظيم. ما علينا، ما علينا. هيشيلوا المانجا دلوقتي، بيشيلوا البذر والقشر منها، وبينزل من الناحية التانية عصير. حلو الكلام. ما شاء الله، مصنع ناجح وعمال له طفاء ونظفاء. والمانجا حلوة. وبصوا اصلا اللي على الآلة ده. ما علينا، عادي مكان المانجا يا جماعة، ما تدقوش الله. دي انضف حاجة شفتها في الهند. ده انا شفت بصوا مش قادره اقول لكم. ومش عايزه اجيبه هنا الصراحه، اللي انا شفته عشان محدش يقرف. كفايه ان انا قرفت. كفايه ان انا بقيت اعمل دايت كده، ومبقيتش اكل ولا اشرب من كتر ما انا بشوف الحاجات بتاعه الهند. فحبيت بقى اجيب لكم حاجه نظيفه كده ومكلفه كده وصارفين ومنضفين وكده. المهم ده بقى بيقول لك بينزل بقى هنا من المزراب ده، بينزل في المكنه. معرفش المكنه دي تقليبه بتقلب اهي. بصوا ينزل من هنا العصير على المزراب عدل. المزراب ده بيحطوه في البلكونات تقريبا، ولا مش عارفه اسمه ايه كده. المهم ايه، حطوه شغال المروحه كده عشان الحر. وراحوا منزلين السكر في شكاره. حلو الكلام، حلو. يعني السكر نضيف الحمد لله، لونه ابيض. انا قبل كده شفت عندهم سكر مش عارفه كان لونه اوف وايت كده. بس ده حلو حلو ابيض جميل. نضاف نضاف يا جماعه. بس كده حطوا بقى 50 كيلو سكر ولا 60 ألف، ما علينا. المهم هي مسكرة حلوة. حطوا بقى السكر والمانجا. شوف بقى الخلطة السحرية اللي هم عاملينها، والجمال والحلاوة ايه. الله يا ابني. بس الصراحة المانجا مغرية. سيبكم من النتانة دي، لا بس المانجا ايه لذيذة الصراحة. انا ما كلنيش 3 4 كيلو مانجا ما عيش عادي زي البشر. لازم اكل. بصوا بيغسلوا التلج من كتر النظافة اللي هم فيهم، عشان ما حدش يقول عليهم حاجة. عشان هم عرفوا ان المصريين بيتريقوا عليهم، بقوا بيغسلوا التلج. بس كده كده ما تكونش حجه، ونجيبه من على الارض ونحطه برده في المكن. ما لكمش حجه يا جماعه، مش احنا شطفناه خلاص ما حدش يتكلم. بصوا. وانا برضو اللي راجل مش لابس شبشب ولا حاجه، هو غسل رجليه. ايوه كده جدع. غسل رجليه يا جماعه، عيب ما حدش يقول عليه حاجه. الناس نضيفه وزي الفل واحلى شغل. وصدى وايه وزي العسل. يعني في صدى والراجل حافي. وما شاء الله عليهم ناس نضاف مية. الكبدة دي صح الصح. وراحوا ساقطين التلج في المكنة بتاعت المراوح دي. ومية مية عشان محدش يقول عليهم حاجة. والمنتج يبقى سليم وزي الفل وساقع ومتلج ولذيذ. من المكنة على بق العميل عدل. ما شاء الله عليكم يا ابني. اللهم صل على النبي يا جماعة. ايه الحلاوة دي. ايه ده بركة الوحل. جميلة جميل الله. استغفر الله العظيم، يا ربنا يحاسبني عشان انا كدابة والله. الله عرفتوني. والله ما انا جايبه مانجا تاني يا كلاب. مش هجيب مانجا. كرهتوني فيها. يا رب المصنع ده يقفل والنبي يا رب، ده مش اكل عيش ده، لا. ده تلبك معوي. الله ايه ده، هي دي كاس ايه، دي كاس اوكسي ده ولا ايه ده. ده ايه ده لبن ده يا جماعه. ايه ده بجد. في ايه ده، الكياس مالها رقيقه قوي كده. تحس ان هي اكياس بطاس ولا ايه. ما علينا، هو لبن لبن في الاخر. وكمان بيسيبوا الكيس يتصفى عشان يقول لك مش عارفه ايه المهنيه دي اللي بيقول عليها. اللي هو الثقة اللي هو الواحد يعني يبقى متقي الله في شغل، يعني بيسيبوها تتصفى بقى. الله. بقت مانجا باللبن يا سلام.
محدش بقى، الناس صارفه ومكلفه، محدش يتكلم بقى يا جماعه. جايبين اكياس لبن نيدو متقلب في شويه ميه وحطنوه في كيس كبير، ومحدش يتكلم معاهم بعد اذنكم. بس كده مية مية. او بعد يا لهوي على الجيركن، يا مراري، وفي قلب الجيركن وعبي و... الغطيان دي من سنة 90 ما اتغسلتش يا كابتن. ايه اللي انت عملته ده؟ ايه ده، انت جايب خلقة بتمسح بيها يا لهوي بطني، وكتاب الله قلبوا لي معدتي. يا ريتني ما شفت الجراكن. بصوا الجراكن، والله اللي يشوفها من بعيد يفتكرها جراكن صابون. لا وكمان اكياس، والكياس ده عامله زي كيس برسيل جل. بصوا عامله زي برسيل جل بالظبط. الحمد لله يا رب عرفت اسم المنتج عشان ما جابوش نهائي، ولو شفته بالصدفه في اي حته هولع فيه، وفي الراجل صاحب السوبر ماركت كمان. يلا.